شايفين قطعة جاتوه مكلفتناش حاجة خالص ولذيذة جدا واقتصادية جدا، وغير كده وكده شكلها قمر. شايفين الكيك مفرغ من جوه وهايش وعامل ازاي. اقتصادية وشهية ولذيذة جدا جدا ومكلفتكيش اي حاجة خالص. شايفين شكلها قد ايه جميل وطعمها اكيد احلى. بسم الله. شايفين ما شاء الله شكلها شهي جدا. شايفين طبقة الكيك من جوه عاملة ازاي، مفرغة ومهوية وجميلة جدا. لذيذة جدا جدا، طعمها خطير مش قادرة اقاوم. اقسم بالله طعمها في منتهى الجمال. جربيها ومش هتندمي. اقتصادية وسهلة وبسيطة بمكونات على قد ايدك، موجودة كلها في بيتك. ما شاء الله شكلها يجنن، طعمها تحفة. شايفين طبقة الكيك هشة وعالية وعاملة ازاي، ما شاء الله. يلا بينا نشوف الطريقة والشكل القمر ده جه منين. هحضر هنا بقى شفشق الخلاط بتاعنا، وهنزل فيه بكوبايه كده زي ما انتم شايفين من الحليب، على نص كوبايه من السكر. عندي هنا طبعا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، لازم يبقوا بدرجه حراره المطبخ، تطلعهم كده من التلاجة يستهدوا. عندي هنا حوالي نص فانيليايه، تنزلي كده بنص فانيليايه على البيض طبعا عشان زفرة البيض. نص كوبايه طبعا من الزيت، معلقه كبيره جدا من الخل بتفرق في طراوه الكيك طبعا. وطبعا بعد ما ضربنا الحاجات دي في الخلاط عندنا كوبايتين من الدقيق. لازم تدخلي الدقيق بتاعك علشان الحركه دي بصراحه بتساعد ان الكيك بتاعك انت تدخلي له هوا كده، انت بتدخلي الكيك بتاعنا اهو مبقاش مكتوم معاكي ولا حاجه. ماشي. وعندك دي الكوبايه التانية كده من الدقيق نزلت بيها، وطبعا هندخلها برده. الحركه دي بتفرق جدا جدا في الكيكه وفي هشان الكيكه بصراحه خطيره. وطبعا نص باكو من البيكنج باودر لازم طبعا تنخليه. بصي ما تستهونيش بالتركات دي كلها، بتفرق جدا جدا في الكيكه. ورشه صغيره من الملح، وطبعا معلقتين كبار من الكاكاو الخام. ماشي. انخليهم برضو. بصي كل ما تنخلي المقادير الجافه دي بيديكي طراوه للكيكه رهيبه، اقسم بالله بتفرق جدا جدا في قوام وشكل الكيكه، تبقى طريه وهشه جدا جدا. قلبي بقى المكونات دي كلها مع بعض كده في البوله بتاعتك الجافه، علشان تضمني ان البيكنج باودر لف في كل الدقيق. طبعا نزلت عليهم هنا كده بالخليط السائل، وتقلبي بقى الكيكه بتاعتك القمر دي في اتجاه واحد. لازم تقلبي في اتجاه واحد، ما ينفعش تقلبي رايح جاي كده، الكيكه بتاعتك هتهبط منك، والهواء اللي انت دخلتيه في حركه نخل الدقيق مش هيبقى موجود، هيبقى الكيكه بتاعتنا مكتومه. قلبي كده في اتجاه واحد وما تقلقيش وبالراحه جدا عشان تحافظي على طراوه الكيك. هجيب بقى هنا قالب او صينيه مدهونه سمنه او مدهونه كده زيت متعفره بالدقيق، وهنزل كده بالكيكه بتاعتنا فيها. شايفين ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي بصوا فظيعه في الطعم، وما شاء الله بيبقى قوامها وهيشانها رهيب، ما تفرقش حاجه عن اللي انت جايباها من بره. الكيك بتاعنا انا بعد ما بتقليه من دخلنا اللبن الكيك كده. بتاعنا الفرن وطلعته طبعا وهو سخن ماشي كده، هسقيه عشان البودرة بكوبايه من يقوي. الحليب علشان الكيك بتاعنا يبقى طري ما يبقاش ناشف. تيجي كده تاكلي الكيكه مع الكريمه ماشي لبن. ما تبقاش ناشفه. كوبايه الحليب هنا يا جماعه بتساعد ان الكيكه بتاعتنا تبقى طريه جدا جدا. ده بقى يا حبايبي شكل الكيك بتاعنا بعد ما شرب الحليب. سقيته الحليب عشان يبقى طري ويفضل طري، لما اجي اقطع قطعه الجاتوه بتاعتي تبقى طريه كده ومتماسكه، تبقى طريه كده واحب ان انا اكلها. شايفين ما شاء الله طراوه الكيكه بتاعتنا بعد ما شربت اللبن كمان طريه ما شاء الله. تعالوا هنا بقى يا جماعه نجهز الكريمه بتاعتنا. عندي كوبايه من الكريم شانتيه محلى. ماشي. كريمه بالسكر جاهزه، مش هضيف لها سكر ولا اي حاجه خالص. هنزل عليها بكوبايه ونص من الميه المتلجه. ما عندكيش حابه تخلي الطعم غني شويه ممكن تحطي كوبايه من اللبن، بس انا بصراحه يعني إيه ما عنديش لبن دلوقتي، فقلت ايه كوبايه الميه المتلجه دي هتعوض اللبن، بس لازم تبقى متلجه طبعا علشان تاخدي القوام والنتيجه المظبوطه. كوبايه ونص. انا مش عايزه الكريمه تبقى يعني ايه خفيفه قوي، انا حباها تقيله، بحط لها كوبايه ونص كفايه قوي من الكريم من الميه. ماشي. نقلب بالراحه كده عشان المضرب بتاعنا ما يضايقناش ولا يعفر علينا. ممكن نشغل بالراحه.
كده يا حبايبي الكريمه خلاص سلقت معانا ماشي. شايفين شكلها وقوامها عامل ازاي؟ شايفين ما شاء الله. اهيت ما شاء الله. شايفين القوام ما شاء الله؟ شايفين عامله ازاي؟ شايفين شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ متماسكه جدا ما شاء الله. انا عايزاها كده القوام ده بالظبط كده، ده القوام المطلوب ما شاء الله. شايفين هو ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه للكريمه بتاعتي. تمام. هنا بقى يا حبايبي بعد ما ضربت الكريمه بتاعتنا وخدت القوام المظبوط، هجيب بقى كده الكيكه بتاعتنا ونفرد بقى طبقه حلوه كده من الكريمه، طبقه سميكه جدا. وعيشي وعيشي نفسك وشهيصي ما شاء الله اللهم بارك. فدي بقى الكريمه بتاعتنا كده على الكيكه، وحاولي تسويها كده على قد ما تقدري. شايفين ما شاء الله. حطي الكريمه ما تستخسريش، انت اللي هتاكلي. شايفين ما شاء الله. فدي كده بقت الكريمه كده، خليها متساويه جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى يا حبايبي خلاص الكريمه بتاعتنا استوت، تبقى شكلها ظريف جدا ولطيف قوي. شايفين بعد ما سويت الكريمه بتاعتنا في الطاجن، هيجي عندي كده صوص فراوله هنزل بيه عشوائي. بصي ما تقلقيش، هو منظر كده يعني ايه عشوائي، والله شكله ظريف جدا وحلو. جربيه ان شاء الله، يبقى سهل جدا وبسيط معاكي. شايفين كده كده خطوط رايحه جايب خله كده ما شاء الله. جربيها سهله جدا وبسيطه قوي قوي، شكلها عشوائي بس شكلها ظريف جدا جدا جدا. قطعت بقى هنا قطع الجاتوه بتاعنا كده زي ما انت عايزه، المقاس اللي انت حباه. شايفين ما شاء الله شكلها ظريف جدا جدا. وكان عندي كريز بقى، حطيت كده على كل خرطه كريزيه كده كأنها جاتوه بجد يعني. وفعلا جاتوه والله يا جماعه، اقتصادي جدا وسهل قوي، جربوه مش هتندمي. وكان عندي فراوله طبعا، قطعت كده انصاص فراوله كده، حطيتها كده على شكل الجاتوه بتاعتنا عشان تدي منظر وطعم. وما شاء الله جاتوه اقتصادي جدا سهل قوي بسيط، والنتيجه هايله. جربيه وفرحي اولادك هيعجبهم جدا جدا. جاتوه اقتصادي سهل قوي وبسيط، وما شاء الله شكله وطعمه ظريف جدا جدا جدا. وبكده يا حبايبي يبقى احنا جهزنا احلى جاتوه اقتصادي في البيت بطريقه ما شاء الله جباره. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.